زي ما احنا شايفين مع بعض كده هنعمل صينيه كيك. احنا عملنا الكيك، هتقولوا احنا عملنا كيك كتير قبل كده، طبعا عملناه. بس الكيكه دي مختلفه، دي كيكه انا سميتها كيكه الازمات. ليه؟ لان انت هتعمليها لو ما عندكيش بيض، طبعا كلنا عارفين غلو البيض في الفتره دي. ما عندكيش بيض، ما عندكيش لبن، تقدري تعمليها، جالك ضيف فجأة تقدري تعمليها، تنفع لاخواتنا المسيحيين في وقت الصيام بتاعهم، هيعملوها من غير بيض ولا لبن. فنبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله، ويلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا هتكون ايه. اول حاجة عندي هنا كوباية مية مغلية عادي، ما تقلقيش، هي المية تبقى مغلية عادي، وعليها كوباية سكر، سكر حبيبات عادي. هنقلب السكر في قلب المية كده لغاية ما السكر بتاعنا يدوب خالص، يعني بتقعدي تقلبي فيه لغاية السكر ما يدوب نهائي. دي كيكة سهلة وسريعة وهتعمليها ما هتاخدش منك وقت، وكيكة اقتصادية كل مكوناتها اقتصادية، مش هتحتاري ولا تدوري على مكونات. كده خلاص، المية دوبت السكر في المية، هنزل بنص كوباية الزيت، وهقلب برضو لغاية الزيت ما يختلط بالمية والسكر كده. هقلبهم كده كويس مع بعض، وبعدين انزل بظرف فانيليا زي ما احنا شايفين كده، يدي لها ريحة كده. دي انا اللي سميتها كيكة الازمات، لان هي فعلا نجدتني في اوقات ما كانش عندي بيض وما كانش عندي حليب، فعملتها بالمكونات البسيطة اللي انتوا شايفينها دي. يبقى انا حطيت المية والسكر والزيت، وبعدين حطيت كوبايتين دقيق، هو المقطع اتحسب بس هما كوبايتين دقيق، وحطيت ظرف بيكنج باودر، يعني كوبايتين دقيق وعليهم باكو بيكنج باودر. نخلت النخلة الدقيق ده قبل كده برضو، بس نخلته تاني عشان ادخل هوا، لان هي محتاجة ندخل فيها الهوا، لان طبعا ما فيش فيها بيض، فالبيض هو اللي بيبقى العامل الاساسي ان بينفش معانا الكيك. خلاص كده قلبت المكونات بتاعتي دي كلها في بعضها كده، وبرضو هنقلبها انا هنا حطيت معلقة خل، وهحط على طرف المعلقة بيكربونات الصودا او كربوناتو يعني هي كده او كده، طبعا هي عملت تفاعل مع الخل لان دي بديل البيض. البيكربونات بيكربونات الصودا مع معلقة الخل هي اللي بتعمل لنا التفاعل اللي هو بغنينا عن البيض. فهقلب المكونات بتاعتنا دي كلها في بعضها كده بالراحة من تحت لفوق، علشان لو في دقيق في الارضية ولا حاجة لسه ما اختلطش بالمواد السائلة. المفروض ان انا كنت حطيت معلقة نشا بس انا نسيتها، فانا هحط معلقة النشا طبعا، هنخلها عشان لو في اي تكتلات برضو، وهدوبها في قلب الخليط بتاعي ده كده بالراحة. طبعا هي مش هتاخد حاجة يعني. كده خلاص انا خلطت معلقة النشا ودوبتها في قلب الخليط. بعدين هجيب صينية ادهنها كده بالزيت او بالزبدة، وهنزل بالخليط بتاعنا ده. شايفين قوام الكيك عامل ازاي؟ وابيض وقوامه يعني ما شاء الله، احلى كيكه ممكن تعمليها. وطبعا زي ما قلنا لاخواتنا المسيحيين اللي بيبقوا صايمين لا بياكلوا حاجه فيها روح، لا بيض ولا لبن، فهيعملوها هتبقى سهله. شايفين الهشاشه بتاعت الكيك؟ شايفين الفراغات عامله ازاي؟ ومن غير بيض ومن غير حليب، كيكه هشه وجميله. حاجة كده خفيفة، وعملناها في وقت قياسي، ما خدتش مننا وقت ولا خدت مننا مكونات، يعني كيكة أزمات فعلا، وهتنجدك في أي وقت انت محتاجة أي حاجة تقدمها لضيوف، أو أي حاجة تعملها لولادك، أو مع كوباية شاي ساعة العصر كده. فعلا كيكة ملهاش حل. زي ما احنا شايفين انا بوريكم حمار الكيكة من هنا ومن هنا. يا ريت تصلوا على النبي كده في كومنت حلو من عندكم، ويا ريت لايك حلو كده منكم، واشوف وشكم